أهم 4 أكواد مهمين جدا للهاتف تقدر تستخدمهم على جميع هواتف الأندرويد. ولكن يا عزيزي قبل ما نكمل الفيديو ما تنساناش طبعا بلايك وشير، ولو أول مرة تشوفنا ما تنساش تشترك في القناة أو تعمل لنا متابعة على فيسبوك، وأنا سايب لك لينك القناة ولينك صفحتنا على الفيسبوك. وكمان الناس اللي بتسأل على اللينك الخاص بالتطبيقات أو بالفيديوهات اللي أنا بنزلها، كل فيديو هتلاقي يا صاحبي اللينك المستخدم في الشرح في اول كومنت او هتلاقيه في صندوق الوصف. والناس اللي متعرفش صندوق الوصف، كل ما عليك بتضغط على الفيديو يا صاحبي بالشكل ده، وبعدين هتضغط على علامه الوصف اللي قدامك ديت، هتضغط على علامه الوصف بالشكل ده او مشاهده المزيد، فهتلاقي قدامك يا صاحبي ده صندوق الوصف، هتلاقي فيه اللينكات المستخدمه كلها. تمام، هتلاقي اللينكات المستخدمه كلها موجوده على الفيديو. ويلا بينا على الفيديو. تعالى اقول لك ازاي تحذف جميع التخزين المؤقت اللي عندك او الملفات المؤقته او اللي انت حذفتها يا صديقي ومتخزنها برضو على الموبايل. فتعالى اقول لك على كود مهم جدا هتقدر من خلاله تحذف جميع التخزين المؤقت اللي عندك على الجهاز، يعني اللي واخد مساحه كبيره جدا على الجهاز وانت مش بتستخدمه او مش مستفاد بيه. انت اوفر بالمساحه، تقدر توفر مساحه من خلال الحذف ده. فكل ما عليك يا عزيزي يلا تضغط على نجمه مربع وتضغط 9900 شباك، وبس كده يا صاحبي. كل مجرد ما يدخلك على الواجهه اللي قدامك جاي تختار الاختيار اللي معلم لك عليه ده، هيظهر قدامك كلمه اوكي، هتختارها وهيتم رستارت الجهاز وفتحه مره ثانيه. لو الهاتف عندك صوت منخفض جدا فتقدر من خلال الكود ده ترفع صوت الهاتف، وهتحس بالفرق بعد ما تستخدم الكود. كل ما عليك يلا تضغط على الكود اللي هكتبه قدامك دلوقتي، نجمة مربع 0283، وهتضغط على مربع بالشكل ده. هيبدأ تختار معانا الاختيار الأول ده، وبالطريقة ديت يا صاحبي، وتختار الاختيار ده وبعدين تدوس اكسلت، وبالطريقة ديت يا صديقي هتبقى رفعت صوت الهاتف وهتحس بالفرق بعد ما تستخدم الكود. ولو محتاج تسرع الواي فاي عندك يا صاحبي يبقى تعالى استخدم الكود اللي هقول لك عليه، هتقدر من خلاله تعمل تسريع للواي فاي ويكون الجهاز سريع جدا ايا كان واي فاي او اتصال. وعشان تستخدم الكود ده يا صديقي كل ما عليك الا تضغط على على نجمة وبعدين مربع بعدين 2663 مربع، هيبدأ يدخلك على الواجهة اللي قدامك دي. كل ما عليك الا هتروح على كلمة ريفريش واي فاي وهتضغط عليها، هتديك وتضغط اوكي، هيبدأ الجهاز يعمل ريستارت ويبدأ يفتح معاك مرة تانية. هتلاقي النت او هتلاقي الواي فاي بقى طلقة معاك على الانترنت. والكود ده مهم جدا برضو لو انت حابب تشتري موبايل مستعمل او حتى جبت موبايل جديد وعايز تعرف تاريخ اصدار الهاتف وعايز تعرف قوة الهاتف او عايز تعرف كل حاجة عن الهاتف اللي انت بتستخدمه، سواء كنت هتشتريه او سواء كنت انك انت هتبيع او حد عايز يعرف او يستفسر عن امكانيات الهاتف اللي معاك ويعرفوا اصدار سنة كام. فكل ما عليك يلا تضغط على نجمة مربع 12580 نجمة 369 وبعدين هتضغط مربع. بكرر نفس الكود، نجمة شباك 12580 نجمة 369 وبعدين هتضغط على كلمة شباك. هيظهر قدامك بالشكل ده نوع الموبايل واسم الموبايل، تمام، وكل حاجة تخص الهاتف. وهنا هتلاقي حاجة اسمها تاريخ الإصدار، يعني الموبايل ده إصدار 13/4/2019، وهتلاقي كل حاجة ريفال وهتلاقي كل حاجة تخص الهاتف هنا في القائمة اللي قدامك دي. وأتمنى يا صاحبي تكون استفدت من الشرح، ولو أول مرة تشوفنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. ودمتم في رعاية الله، وما تنساش قناتنا على اليوتيوب.